السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يعطي الكثير من الحلول سابينتو يغيب عن هذا الموعد. سنتابع باهتمام كبير مباراة هذه الجولة. رجاء سابينتو ريكاردو يدفع بأن سازنيتي زكريا لبيب عبد الله خفيفي كقائد لكتيبة النسور في المنافسات المحلية. عبد المنعم مساعدون متمنى عبد الرزاق والحويدري محمد وثلاثي سيد محمد العلام الرباعي الذي سيحكم هذه المباراة بأسلوبها. هنا الفار محمد الحويدري والحسن أزقاو. فيما الضفة الأخرى نجد رضا بونجا، حمزة المالكي، محسن رمجة، محمد أمين حمودي. على أعصابكم كما هو حال من يتواجد في هذه الملعب، على الأقل يرقص يتفاعل يخفف من الضغوطات التي ترافق عادة المباريات الكبرى في البطولة الوطنية. المؤكد أننا سنتابع مباراة بإيقاع عالي، وذلك هو التمني ومتمنياتنا كبيرة أننا نتابع مباريات البطولة الوطنية تلعب في طقوس خاصة تكون وفية للفرجة اللي نتمنوها في كل مباريات البطولة هذه السنة. ضربة البداية للقدم، انطلاق المباراة للنادي المكناسي مع قلوس. كرة للأمام للنادي المكناسي نحو المهراوي والتغطية من محسن بودة. نجاري زرعوني يلعب للأمام، ما فيش تسلل. كرة وإمكانية أولى في المباراة والتسديدة في يد الحارس رضا بونجا. مباريات هذه الجولة ومن أهم مباريات الموسم بالنسبة للفريقين معا. كرة في منطقة الجزاء والتدخل هنا سازنيتي. نقل الكرة من الطرف الأيمن نحو بولكسوت للأمام، يربح المساحات، عنده مساحة للتقدم من الطرف الأيمن. كرة في منطقة الجزاء، إمكانية لتحضير الكرة، تسديدة ممتازة جدا إمكانية من بولكسوت. أول تسديدة تخطئ وجهة المرمى لرجاء. البناء من بولكسوت استغل تقدم لاعبي القدم، تحضير الكرة من نوفل لبولكسوت، حاول أن يضعها في الجهة اليمنى لمرمى الحارس رضا بونجا. لم بعيدا عن مرمى القدم لبيب للأمام. صابر بوغرين البناء من الطرف الأيسر. صابر يبحث عن التمرير في منطقة الجزاء. يسري بوزوق، تحضير الكرة من بوزوق والإمكانية للإبعاد من لويس إنريكي. ضربة خطأ للقدم للرجاء، تلعب في منطقة الجزاء بالرأس، لكن المتابعة من دفاع النادي المكناسي. يسري بوزوق كما يعانتو، حاولوا أن يستغل هذه الكرة بلمسة نوفل للأمام، عندهم زيادة عددية من الطرف الأيسر. يسري بوزوق في منطقة الجزاء. المتابعة الأولى، البحث عن التسديد من صابر، التغطية من دفاع النادي المكناسي. بوغرين استخلاص الكرة، صابر، يونس النجاري، يونس الكنترول، يونس التسديد والتدخل من العميد محسن ربجة والكرة تمر رجوية والتغطية من الغيني لويس إنريكي يتدخل. شوف عمل كبير اللي قام به لبيب من الطرف الايسر. بيلعب الدقيقة 18 من الجولة الأولى. كرة للأمام، يونس تحضير الكرة، لبيب يسدد، والتغطية من دفاع القدم. جاء يونس النجاري بلمسة اليسري، يسري يسير يبحث عن التسديد لكن غاب التوفيق في لحظة لكن اختار الحل الأصعب. يسري بوسوق، يسري كان بإمكانه أن يتوغل ويمر بين اللاعبين ويسدد، لكن هنا الفرق لما يكون عندك لاعب ممتاز جدا على الأطراف ما يكونش عندك مهاجم صف أول. مهمة من الناحية الهجومية، كرة وإمكانية والتسديدة ممتازة جدا من كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان من قدم يسري بوسوق. جولة كبيرة في التسديد. كرة استلم الكرة صابر بوغرين، طريقة الخروج بالكرة بشكل ممتاز. كرة من لبيب بالراس من زريدا، من التركيز. لبيب جودة عالية في التمرير العرضي. زريدا كاش ينتظر أنه تصل الكرة بدل جودة من قدم لبيب. الجولة الأولى من هذه المباراة. صابر بوغرين يمر بوغرين بلمسة اليسري. بوزوق والكرة تضيع والفرصة ضاعت والإمكانية من صابر بوغرين. شوف الجودة في التعامل، شوف التايمينج في التمرير. يسري بوزوق مرة أخرى، يسري
ممتاز كيلعب على الاطراف، لكن كمهاجم صريح يتقمص ادوار في الخط الامامي صعيبه. كرة مكنسية بلمسة، المهراوي يلعبها الإصرار لا زال حاضرا للقدم. كرة من زريدة بولقسوط يسدد بولقسوط، والحكم يقول لهم واصلوا اللعب لوجود الخطأ في الكرة الماضية. كرة الإعادة بوضوح، تلعب الزاوية للنادي المكنسي، محاولة نقل الكرة في منطقة الجزاء، المتابعة والتسديد، والحكم يعلن عن ضربة جزاء يقول لمسة يد. الدقيقة 44 من الجولة الأولى، سيكون لها دور مهم جدا في ترجيح كفة نادي على آخر. شوف الإعادة للتسديدة، واليد الممدودة من زريدة، والحكم يعلن عن ضربة جزاء. الإعادة من مختلف الزوايا للتأكد للتحقق مما حدث. الحكم كانت عنده زاوية رؤية أفضل مني ومنكم. أعطي إشارة تنفيذ، والنادي المكناسي من أجل الهدف الأول. ونسى زنيتي في التصدي على مارتين. زنيتي أكد للجميع وكأنه يقول لهم لازلت حاضرا بثقلي. من الإعادة للتسديدة والتصدي من أنس زنيتي، يصد كرة محسن، والمباراة متواصلة. تقبلوا مني أطيب التحية ودمتم في رعاية الله. كرة من زريدة، قام بالمطلوب منه، لعبها في نقطة الجزاء، تسديدة من بوزوق مرة أخرى رقم 26. ممتاز الكرة العرضية والتسديدة لك. تراجع لاعبي النادي المكنسي للتغطية الدفاعية، كرة المتابعة من الطرف الأيمن والتغطية، يمر بولقسوط، العرضية من بولقسوط، تتحول محسن بودا يسدد، كان جري في اتخاذ القرار، سدد لكن بعيدا عن اللي صابر. بوغرين للامام نحو يوسف النجري يسدد، وبونغا في التغطية. سريدا بونغا، شوف لحظة الخروج من وسط مدافعين نادي المكناسي، يونس النجري، كلوس يمر الكرة من الطرف الايسر، الملكي يلعبها، المتابعة في منطقة الجزاء والتغطية من عبد الله خفيفي. كرة ثابتة لرجاء، وسوق يلعبها في منطقة الجزاء، المتابعة في القائمة الثانية، كريم صبر بوغرين، ولويس انريكي يتدخل. بولقسوط عنده يسر بولقسوط في القائمة الثانية، المتابعة من النجار بإمكانية ولمسة والتسديدة، لكن ضايعة. تعود من أين أتت بلمسة صابر، إمكانية رجبية تسديد، لكن القائم يمتنع عن قبول الهدف للمرة الأولى، للثانية ثم الثالثة، والضغط يتواصل، والكرة رجوية. بولقسوط من الطرف الأيمن، بولقسوط يمرر، الإصرار حاضر، والكرة تتواصل رجوية من الطرف الأيمن، لكن راية مرفوعة، إصرار متواصل لبلوغ المرمى، والرجاء كان قريبا من بلوغ الهدف، لكن القائم يمتنع عن قبول هدف للقائد عبد الله خفيفي. من جديد رجوية، يسري بوزوق يمر، يسدد بوزوق، وتدخل رضا بونغا. بوزوق مشى يلعب في منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع البرتغالي الذي يبحث على أن يصنع التاريخ بقميص الرجاء. صعب له قميص الرجاء، كرة من الطرف الأيسر، عبد الكريم بعادي يعدي، يلعبها في منطقة الجزاء، بن عمر لم يمر، إمكانية من عبد الكريم بعادي في القائمة الثانية، بن عمر في التوصل بها. تعود من جديد لرجاء في منطقة الجزاء، المتابعة من رضا بونغا، كرة مشتركة، واللاعبو الرجاء يطالبون بضربة جزاء في ملحق. هنا خروج الحارس رضا بونغا،
في الكرة الماضية الحكم يطالب باستمرارية اللعب. كولاج يعطينا هدف أول في مباراة اليوم. كرة بالقصور بلمسة يمينا في منطقة الجزاء. ما الذي ضيع؟ ما الذي أضعته يا رجل في هذا الوقت الحساس من المباراة؟ كرة وكرة تضيع من السوسي عبد الرحمن. كرة بالمقاس بالمستوى والقلم من يسري بوزوق لوحده أمام المرمى، لكن يخطئ وجهة التهديف لتضييع أبرز كرات المباراة ككل. كرة في العارضة يدفع بهم للأمام، يقولوا لعبوا للأمام. خروج بوناغا إمكانية للرجاء، وكرة النادي عادل الكرة المشتركة مع حارس المرمى، دائما الأفضلية للحارس. من التدخل الأول على الزلاء واللعب يتواصل. فكاك يمر يلعب من الطرف الايمن للقدم. خروج انس سنيتي. انس والمتابعه من دفاع القدم. الحكم يقول خطا جديد. عبد الله خفيفي يلعب كره للامام. مروان سيلا يبحث عن انطلاقات. ساخو 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 ساخو. يا لامي الكره ضاعت في اخر ثواني المباراه، ولا زالت الكره رجويه من الطرف الايمن. إمكانية نقل الكرة للأمام، لكن لم يحسنوا التعامل معها. لا تزال لرجاء إمكانية لرجاء، فرصة لنصور الخضر. إمكانية للخضر في منطقة الجزاء. يغيب التركيز والرجاء لو منحته 90 دقيقة إضافية صعب أنه يسجل في غياب تركيز لاعبيه منذ الدقيقة الأولى لحدود هذه الدقيقة. نظن أن كل شيء حسم في مباراة الرجاء والنادي المكناسي هنا في ملعب العربي الزاوري في مدينة الدار البيضاء. فرص كثيرة، سيل من الفرص ضاعت للرجاء على مدار دقائق هذه المواجهة في غياب الهداف القناص، العنصر القادر على تحمل مسؤوليته في خط الهجوم، مقابل أداء دفاعي مميز جدا لكتيبة عبد الحي بن سلطان. وبالفعل تنتهي المباراة بتعادل هدف لهدف بين الرجاء والنادي المكناسي.